ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نقول بسم الله. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده مع بعض احلى طاجن كوارع. هنخلي الكوارع وهنعملها في طاجن بالشكل ده. لو ما كنتيش جربتيها يا ريت تجربيها معايا بالطريقه دي، هتعجبك جدا. تعالوا نشوف الفيديو. معايا فلفل حامي وكان فص ثوم وبصلايه، ومعايا الكوارع اهي كانت مسلوقه، ومعانا كزبره، ومعانا الصلصه بتاعتنا، وشويه شوربه من اللي هتكوني سالقه فيها الكوارع. تمام. في حاجه على النار هتحطي شويه زيت. انا دقق التومه بالكزبره بالفلفل. تمام. انا حطاها حاميه، عايزه تحطيه فلفل بارد براحتك. هنحط شويه الزيت وهننزل بالتومه. هننزل الاول بالبصله هنقطعها. احنا هنحط الكوارع بتاعتنا في الطاجن الجميل اللي احنا شفناه، فهنقطع البصل عادي شرايح متوسط براحتك بالشكل ده. مقولكوش بقى يا جماعه طعم الصوص بتاع الطاجن ده والكوارع كانت زي الزبدة، والله دايبة فعلا كأنك بتاكلي زبدة. احنا ننزل بالبصلة بتاعتنا كده. حطي بصلاية بصلتين على قد كمية الكوارع اللي معاكي. هتبدأي بقى ايه تشوحي فيهم كده على النار، ونكون دقين التومة بالكزبرة بالفلفل الحامي. احنا عايزينها تاخد لون ذهبي كده. هننزل بقى بالدقة الحلوة اللي احنا عملناها دي على البصل. وتبدأي تقلبي فيها كده لغاية ما ريحتها تطلع بالشكل ده. ريحتها جميلة جدا يا جماعة، بألف هنا وشفا اللي هيجربها. انا هنزل بقى عليهم كوارع معانا اهي. هنزل بالكوارع بالشكل ده. شوية فلفل اسود ونقلب، وننزل بالصلصة بتاعتنا. طماطم، دي طماطم عادي في الفريزر، ننزل بيها كده على الكوارع ونقلب. بتبقى جميلة قوي بقى لما بتاخدي كده قطع الكوارع الفيليه على الرز على طول بقى، لا تشيلي عظم ولا تشيلي حاجة. بتبقى بصراحة ايه لذيذة قوي في الاكل بالطريقة دي. ونقلب فيها كده ونسيبها بقى ايه تتسبك كده شوية. بعد ما اتسبكت معانا اهي هننزل بقى آه في الطاجن بتاعنا. وبصوا بقى والله بجد، يعني مش عشان انا عاملاها ولا حاجة، كان طعمها خيال. طعمها كان تحفة، ما شاء الله على طعمها بصراحة. مع شوية رز ابيض كده. انا نزلت بقى بشوية من الشوربة بتاعتها بالشكل ده، على اساس ان انا لسه هدخلها الفرن مثلا نقول 10 دقايق ربع ساعة. دي حتة سمنة بلدي كده حطيتها لها. ونزين الوش بقى بتاع الطاجن بأي حاجة عندنا. حطيت له كده ايه كام شريحة من الفلفل الأخضر، وندخله الفرن بقى نسيبه ياخد وش، وإن شاء الله اوريهولكم اهو بالشكل ده. طلع اهو، ريحته جميلة قوي قوي، بألف هنا وشفا. كل هيجربه. يا ريت كل وصفاتي اللي بعملها تعجبكم.
وادخلوا كده على القناة، لفوا فيها لفة، عندكم فيديوهات بصراحة جميلة ومنوعة. واهم حاجة ما تنسوش تفعيل جرس الكل عشان كل فيديو جديد بنزله يجيلكوا اشعار بيه. مع السلامة.